بشوف كده النبره يعني من 2011 ودلوقتي بقى فيه هجوم كتير قوي على الفن، يعني بنقرا كتير قوي على السوشيال ميديا ناس معرفش ايه اللي حصل، ليه واخده موقف من الفن، ليه واخده موقف من بعض الفنانين، ليه مظبوطه. يمكن يكون في بعض التصرفات، لانه دايما الاعلام بياخد القشور اللي بره، يعني مش عارفه ايه فستان مش عارفه لبسته مين في الجونه، فايه نمسك في ده ونقعد نقطع في الفن والفنانين وناخد الفنانين كلهم مع بعض. القشور دي توافه، ومع الاسف هو ده اللي الاعلام والسوشيال ميديا بيركز عليه. اللي هيحصل في ديجيتايز ان احنا هنركز على التاريخ الحقيقي والمحترم للفن عموما والاهل الفن عموما. احنا لما مثلا انتوا بتشوفوا ماتشات الكوره فكلنا بنعرف ان مصر خدت الكاس، مصر خدت الدوري، لكن لما بيبقى مثلا في افلام وبتسافر في مهرجانات كبيره وبتاخد جوائز كبيره واسم مصر يتقال ان ده احسن فيلم ايجيبت، مش ناس كتير بتهتم ومش ناس كتير بتشوف، مش بيوصل لكل الناس. ليا تجارب، يعني هقول تجربتين كده سريعين جدا. لما طلبت من رئيس وزراء بلجيكا، وبلجيكا طبعا الملك والملكه ده حاجه شرفيه، يعني رئيس الوزراء هو الحاكم الحقيقي. طلبت منه، لان ده كان في 2013 بالتحديد، في الوقت اللي كان الاخوان وهجوم فظيع على الفن. قلت كان في جايزه لمصر وانا كنت في لجنه التحكيم، فكلمت مع رئيس الوزراء وقلت له انا عايزه جايزه مصر انت اللي تطلع تديها لمصر وتتكلم عن الفن المصري، لان احنا بنتجرح جامد دلوقتي من حكم الاخوان، فانا عايزاك تعمل ده. قال لي انا عمري في حياتي ما طلعت على المسرح اديت جايزه. فقلت له ده شرطي، او انا هنسحب خالص من المهرجان وهمشي، ودي قيمه مصر. احنا مش اي حد ومش اي جايزه، واحنا بنمر بظروف معينه. رئيس الوزراء نزل وطلع على المسرح وهو اللي قدم الجائزه لمصر، وكانت لفيلم بعد الموقعه واستلمها الاستاذ يسري نصر الله المخرج. ده حدث كبير ما حدش عرفه، ما حدش اهتم بيه، ما حدش قال ان في رئيس وزراء لدوله مهمه في اوروبا طلع على المسرح عشان يدي جائزه لمصر بنفسه. واحنا كان العادي ان لجان التحكيم هي اللي بتدي الجوائز. الحاجات دي بقى لما تتأرشف وتشوف ونفتخر كده بفننا، وان مصر دي قيمه كبيره جدا، والفن المصري ده ليه تاثير قوي جدا اللي خلى رئيس الوزراء يوافقني انا كفنانه، هنا نقدر نقول ايوه الفنان سفير لبلده. لما بنقولها ما بنقولهاش من فراغ. الفنان مش فستان ومين اتخانق مع مين ومين ايه، الحاجات التافهه اللي انا بقعد اقراها على السوشيال ميديا اللي غيرت صورتنا، اللي خلت صورتنا مش حلوه قدام الناس. يعني لازم الجمهور يبتدي يعرف فعلا الحاجات الكويسه قوي. انا يمكن حكيت الواقعه الثانيه لما كنت دلوقتي بره مع الكاميرات، قلت لهم انا فوجئت في 2017 في مهرجان كازان للدول الاسلاميه في تتارستان في روسيا، في بلد روسيه، وكنت رايحه في فيلم يوم للستات اللي بطوله الاستاذ محمود حميده. وانا عشان بمثل في الفيلم ومنتجه الفيلم فطلعت مع الفيلم، فقالوا لي من اول المطار قابلتني رئيسه المهرجان، فاستغربت قلت لها انت هتنزلي كل ضيف؟ قالت لي لا انا جايه لك انت بس، وبكره هينزل لك الرئيس. الحقيقه هي بتتكلم بالروسي وفي واحده بتترجم لغه عربيه فصحى لان هي ما بتتكلمش انجلش، فقالت لي وسوف تقابلين غدا السيد الرئيس. فانا قلت البنت ما كملتش الترجمه، هي قصدها بقى رئيس غرفه صناعه السينما، رئيس حاجه يعني كده. فتاني يوم الافتتاح فلقيت برضو قايلين لي هتنزلي الساعه 6، بس 6 ل 5 رئيسه المهرجان بتكلمني من اللوبي انه انا في انتظار. قالت لي اتفضلي على مهرجانك وانا جايه. قالت لي لا انا لازم اروح معاكي عشان مقابله السيد الرئيس. طيب كل ده بيترجم لي لغه عربيه فصحى لتقابلين السيد الرئيس. طيب وصلنا، هدخل على المسرح، المهم اخذتني على الاسانسير، احنا رايحين فين؟ مقابل السيد الرئيس. طلعت لقيت قاعه وفي ترابيزه واحده في القاعه، قاعه كبيره قد دي كده 4 مرات، فيها ترابيزه في النص وفي ناس قاعده عليها. وقام مفتي روسيا كلها، لان انا كنت قابلته قبل كده في نفس المهرجان قبلها ب4 5 سنين بفيلم 1-0.
وسلمني جايزه مش ليا، كانت للفيلم، بس انا اللي طلعت استلمتها، وكانت الجايزه ال 50 لفيلم 1-0، والصاله كلها وقفت تسقف لنا لمصر يجي 3-4 دقايق. فين الكلام ده؟ هل الكلام ده حد شافه؟ لما انا طلعت على المسرح هستلم وقلت دي جايزه فيلمي واحنا كان نفسنا نقفل رقم 50، الفيلم ده خد 50 جايزه، ده شيء ما حصلش خالص في اي مكان في العالم. هل ده متوثق؟ هل حد يعرف حاجه عن الكلام ده؟ هل اللحظه دي متوثقه؟ لا طبعا. الصحافه تدور على اي حاجات يعني خايبه بصراحه وتقولها عننا، لكن الحاجات الكبيره دي ما فيش. المهم دخلت، فالمفتي قام استقبلني، هو بيتكلم طبعا عربي، قلت الحمد لله، قلت له انا مش عارفه انا جايه ايه وليه قال لي قبل السيد الرئيس. قلت له ايوه رئيس ايه بقى؟ قال لي رئيس الدوله، رئيس دوله تركمانستان اللي احنا فيها. قال لي ايوه. وصلت لقيت الترابيزه فعلا مكتوب بقى قدام كل واحد الاسم، مستر بريزيدنت، وجنبه اكترس الهام شاهين ايجيبت، وفي ناس ثانيه قاعده. دول لجنه التحكيم، كان رئيس لجنه التحكيم قالوا لي ده اهم مخرج في روسيا، والمفتي موجود ومراته. فقعدت اول حاجه طبعا سلمت على الرئيس، انا مش عارفه فيه ايه، وقلت له وانا مش عارفه، انا من ساعه ما جيت بيقولوا لي هتقابلي الرئيس، فليه؟ قال لي لان المفتي حكى لي عنك، ده مفتي روسيا كلها يا جماعه، وقال لي انت عملتي ايه بالنسبه لموقفك تجاه الاخوان، ولو كان الاخوان كملوا كان العالم كله هيحصل فيه تغيير كبير، واحنا دوله اسلاميه، لكن لا نسمح باي فكر سياسي متطرف بتاع. فاحنا بنعتبر ان انت ليكي اليد الكبرى، او مش قال كده بالظبط، يعني الشراره الاولى اللي خلت ناس كتير تتكلم. يعني انا اتكلمت لان انا اتكلمت يمكن في البدايات قوي، كان مرسي لسه بقى له 6-7 ايام لما طلعت قلت مصر مالهاش رئيس، والكلام اللي انا قلته ده اللي عمل لي مشاكل لغايه دلوقتي. فالكلام ده اتكتب عندهم ان في ممثله مصريه وقفت ضد الاخوان ولم تعترف بالرئيس، وده رئيسها دلوقتي ولسه بتهاجمه وبتقول كذا وبتقول كذا، مقالات اتكتبت عني. فرئيس الدوله نزل عشان يحييني، وده كان بعدها بمده، يعني ده بقى في 2017. فلما رئيس دوله ينزل عشان يحيي فنان مصري، يبقى ساعتها تقول هو ده الفنان اللي هو سفير لبلده. انا بقول حاجات